السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم موضوعنا يهم كل دار وكل عائلة جزائرية، موضوع بسيط في الظاهر بصح خطير في العمق. كي تروح للجزار تلقى اللحم المفروم واجد ومخليه في الواجهة، أحمر ومنظم ويبان طازج. بصح السؤال اللي لازم تطرحه على روحك: هل هذا اللحم آمن فعلا وهل راهو قانوني أصلا؟ كثير من الناس ما يعرفوش باللي عرض وبيع اللحم المفروم المحضر مسبقا راهو مخالف للقانون في الجزائر. واليوم راح نفسر لكم كلش بالتفصيل، تبعوا معايا. أولا من الناحية القانونية، بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 29 سبتمبر 1999، يمنع منعا باتا على محلات الجزارة عرض وبيع اللحم المفروم المحضر مسبقا. وش المعنى؟ يعني الجزار ما عندوش الحق يفرم اللحم ويحطه جاهز في الواجهة باش يبيعه للناس. القانون يلزم يفرمه قدام المستهلك وعند الطلب فقط. علاش الدولة دارت هذا القانون؟ باش تحمي المستهلك من الغش ومن المخاطر الصحية. ثانيا من الناحية الصحية، اللحم كيكون قطعة كاملة، السطح الخارجي فقط هو اللي يتعرض للبكتيريا. بصح كي تفرم ويترحى كامل اللحم يولي معرض للهواء والجراثيم، وإذا يبقى معروض مدة طويلة يقدر يفسد بسرعة حتى لو كان في الثلاجة. الحم المفروم راهو مادة حساسة بزاف، وأي خلل بسيط في التبريد ولا النظافة يقدر يسبب تسمم غذائي، ألم في المعدة وإسهال وتقيؤ، وفي بعض الحالات مضاعفات خطيرة خاصة عند الأطفال وكبار السن. ثالثا من ناحية الغش التجاري، كي يكون اللحم مفروم وجاهز أنت كمستهلك ما تقدرش تعرف من أي قطعة لحم تفرم، وش خلطوا معاه، وهل زادوله شحوم باش يزيدوله في الوزن، وهل استعملوا بقايا اللحم ما تباعتش البارح. بعض التجار ضعاف النفوس يقدروا يخلطوا لحم قديم مع جديد ولا يزيدوا أحشاء ولا دهون باش يربحوا أكثر، وأنت تخلص الثمن على أساس أنه اللحم صافي. لهذا القانون كان واضح: الفرم يكون أمام الزبون باش يشوفوا بعينه وش راه يتفرم ويختار القطعة اللي يحبها هو. رابعا وش تدير كي تلقى اللحم المفروم معروض؟ ببساطة ارفض شريه واطلب يتفرم قدامك، وإذا كانت مخالفة واضحة من حقك تبلغ مصالح الرقابة، لأنه حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات المختصة. الخلاصة: راحتك الدقايق ما تسواش صحتك وصحة أولادك. ديما أطلب اللحم يتفرم قدامك وشوف بعينك وش راك تشري. الوعي هو أول خطوة للحماية، وكل ما كنا واعيين بحقوقنا كل ما نقص الغش ونحافظوا على صحتنا. إذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات التوعوية ديروا لي لايك واشتركوا لي في الفيديو، وشاركوا الفيديو عفوا مع عائلاتكم وصحابكم باش الفايدة تعم. وما تنسوش أكيد الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. صحتك راهي أمانة وما كان حتى واحد يحرص عليها قدك. في فيديو قادم إن شاء الله، في حفظ الله ورعايته.